السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مشاهدات. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نوجد انا وياكم واحد البطبوط كيجي لذيذ بزاف وبحشوه متميزه. ان شاء الله غنبدا بالحشوه هي الاولى اللي كنستعمل فيها 2 بصلات مشلضين، كميه ديال الشحمه، الفلفله الحلوه الوان، الزيتون اسود مقطع، كزبره ومعدنوس، ملعقه ديال الهريسه. اما بالنسبه للتوابل كنستعمل الخرقوم بلدي، الكمون كيكون بواحد الكميه كبيره شويه، الابزار، التحميره. هادشي اللي كنستعمل بالنسبه للحشوه. ودابا غنبدا بسم الله. ندير البصلايه الاولى، نزيد لها شويه الملح، شويه الزيت عاديه، نخليها تقلى مزيان. البصله هي شويه طاحت، غنزيد عليها الفلافل، غنزيد التوابل ديالنا كاملين. غنخليهم تيتشحروا مزيان، عاد غنزيد عليهم الشحمه. انا الشحمه كناخذها مطحونه من عند الجزار، كتجي ساهله. صافي كنخليها حتى واحد شويه تتنسجم مع هاد الفلفله والبصله. ودابا الحشوه ديالنا ها هي موجوده، غنطفي عليها وغنزيد القزبر والمعدنوس. غنزيد عليها المعلقه ديال الهريسه، غنزيد عليها الزيتون اسود، زيتون الكحل. صافي وغدا نخليها تبرد، غنمشي نوجد العجينه. اما بالنسبه للعجينه كناخذ 3 زلايف ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الدقيق الفينو اللي هو السميد الناعم، وكنخلطهم مزيان مع شويه الملح على حسب الذوق، ملعقه ديال الخميره الفوريه اللي خلطتها مع شويه ملعقه صغيره ديال السنيده والماء، وخليتهم حتى تفاعلوا مزيان. كنزيدهم على الدقيق وكنبدا نجمع في العجينه ديالي بالماء دافي. والعجينه ديال البطبوطه البنات ما تجيش قاصحه بزاف، كتكون مخوفه واحد شويه، وبحال ما هكا كنبقى نجمع فيها بالماء حتى كتماسك.
وتجانس مع بعضياتها. العجينه ديالنا هي وجدات. ومن بعد ما ارتاحوا ليا القرايصات ديالي غنبدا نعمل فيهم الحشوه وحده بوحده. كناخذهم بحال ما هكا، نقرصهم واحد شويه. كناخذ 2 معالق ديال الحشوه نحطهم فيها ونبدا نجمع بحال ما هكا باش ما تخرجش ليا الحشوه ديالي. هكا بحال ما هكا. الا تبعتوا هاد الطريقه البنات غيجيكم البطبوط زوين وناجح 100%. ناخذ واحده اخرى نفس العمليه. ملي نكملهم كاملين بلا ما نطول عليكم الفيديو غادا نعاود نقرصهم عاوتاني ونخليهم حتى يخمروا، عاد نبدا نطيب فيهم. بحال ما هكا كنجمعهم. صافي وكنحطهم تيرتاح. هاد البطبوط كيجي زوين بزاف، الحشوه ديالو لذيذه. البطبوط ديالنا كيجي بحال ما هكا، كيجي غزال وزوين، حشوه متميزه.
بطبوط ديال الشحمه ديزو الكلام. ولا عجبتكم الطريقه ديال البطبوط ديال الشحمه ابونيو للقناه، شي تعليق زوين ولايكات للفيديو، وشكرا الى اللقاء.